ليه المستثمر الأجنبي شايف في مصر فاليو أعلى من أوروبا، وإزاي فيلا على البحر الأحمر أرخص من شقة في لندن وفي نفس الوقت بتكسب فلوس أكتر. الفكرة كلها في العائد اللي بيطلع من الفيلا دي، ده اللي بيتفوق على أسواق زي دبي ولندن. خليك مستثمر ذكي وبص على الصورة أوفرول. المستثمر الأجنبي ملوش دعوة بسعر الجنيه المصري، هو بيبص للدولار أو اليورو، وبالذات إنه بيثبت سعر العقار بالمقدم، ودي حاجة مش موجودة هناك. لما سعر الجنيه هنا بيتغير اللي هو بيدفعه بيقل، وده بينطبق على المستثمر الأجنبي والمصريين اللي شغالين بره مصر. سعر المتر في الساحل الشمالي أو راس الحكمة حوالي 2000 دولار، ده أقل من متوسط الأسعار في المدن العالمية ب 70 و80% فرق. طب والعائد بتاع الإيجار في مصر بيوصل ل 8 و10% في السنة، وده بيحصل حتى بعد التعويم وبعد التضخم. في المقابل عندك 3 ل 5% في أوروبا، يعني الأصل أرخص وبيرجع الفلوس أسرع، يعني حتى لو ما بيحصلش تعويم كسبان. الأرقام دي بتفسر إن مطورين كبار زي أعمار أو مجموعة الشربطلي بيحطوا استثمارات بالمليارات في البحر الأحمر وباعوا للأجانب ب 80 مليار في أسبوع. هي معادلة بسيطة، بندخل فلوس قليلة وبنطلع عائد كبير. شيل من دماغك خالص فكرة إن مصر أرخص. مستثمر بحجم أعمار مش هيستثمر في مصر عشان هي رخيصة. السبب الأساسي للاستثمار ده إنه بياخد أصل ملموس وبياخد سيولة سريعة وبيأكزت بأسعار أعلى، وده بيخلي مصر في العقار مش سوق نامي. المستثمر الأجنبي شايف اللي أنت مش مركز معاه. تابعني وأنا أقولك إزاي كمستثمر محلي تستغل ده لصالحك.